يا مساء الفل والياسمين عليكم، ازيكم حبايب قلبي؟ عاملين ايه؟ يا رب كلكم تكونوا طيبين وبخير ان شاء الله. تعالوا بقى النهارده نعمل سلطة كولسلو، سلطة من احلى واجمل السلطات اللي كلنا بنعشقها. يعني السلطة دي حبيبة الملايين، لازم كده نعملها دايما لما بنكون بنعمل فراخ، اللي هي الفراخ اللي انتوا عارفينها بتاعت KFC، او لما نكون بنعمل الشيش طاووق او المشويات عامه حلوه قوي جنب الحاجات ديت. فلما بنخرج بره كمان بنحب ناكلها. تعالوا النهارده نعملها بطريقه المحلات، واحلى كمان وبكميات كبيره وموفره جدا جدا. يلا بس الاول ما تنسوش تصلوا على الرسول ولايك وشير للفيديو، ويلا بينا كده نسمي الله ونشوف هنبتدي وصفتنا ازاي. اول حاجه انا هنا معايا كرومبايه سلطه. ده كرومب سلطه بيبقى شكله مايل كتير قوي للكرومب البلدي، اللي هو الكرومب الحشو اللي بنحشيه. لكن ده بيبقى حجمه صغير وبيبقى فيه منه كمان لونه بنفسجي. الاتنين بنستخدمهم للسلطه. فانا عايزه الكرومب ده، وما تتلخبطوش ما بينه وما بين كمان الكابوتشا، عشان في ناس كتير بتتلخبط ما بينه وما بين الكابوتشا. بس الكابوتشا دي نوع من انواع الخاص، لكن ده كرومب سلطه. فركزوا كويس قوي فيه، عشان في ناس كتير جدا بتتلخبط ما بينه وبتقول لي ازاي نفرق ما بينه. فهو ده شكله مايل قوي، او زي بالظبط الكرنب المحشي اللي احنا بنحشيه، بس ده بيبقى حجمه صغير شويه. فاحنا هنجيب كده حبايه. انا جبت كده حبايه متوسطه وقطعتها 4، وابتديت ان انا اشيل العروق اللي جوه الناشفه اللي هي بتاعت الراس دي، وغسلته وصفيته كويس جدا. ويلا بينا على البلانشة هنفرمه فرم ناعم زي ما انتوا شايفين كده. بس اهم حاجة تاخدي بالك من ايديكي علشان ما تتعورش وانتي بتشتغلي. بعد ما فرمته كويس جدا، ابتديت بقى اجيب بقى بوله كده كبيره عشان نقدر نشتغل فيها، لان هو الكميه بترمي ما شاء الله كتير. هجيب بقى كمان جزرايه كده متوسطه، وهبتدي ابشرها. عندك بقى خيارين: تقدري تبشريها على العيون الضيقه اللي هي المبشره قدام منك، فيها جزئين، جزء ضيق قوي وفي جزء اللي هو المتوسط. انا بشرت الجزرايه نص على الجزء الضيق ونص على الجزء المتوسط، عشان اخد كده ميكس ما بين الاتنين، عشان برضو يبقى الجزر كده باين. يعني بحب يكون باين في السلطه بتاعتي. نركنه بقى على جنب، ونجيب بقى الدريسنج بتاعنا اللي هو اهم ما في الموضوع. كوبايه كده من الحليب، وتقدري تستبدليها بكوبايه زبادي. حطيت عليها معلقتين كده كبار من المايونيز، كمان معلقتين 3 من السكر، والسكر ده حسب رغبتك بس هو بيبقى مسكر. عصير نص ليمونه، فنجان من الخل او عصير ليمونه كبيره. يعني انا عصرت عصير، هي الليمونه كانت متوسطه، فانا عصرت الليمونه كلها. وهبتدي بقى اضرب ده كله مع بعضه كويس جدا، سواء تضربيه في الخلاط او تضربيه بالهاند بلندر، او تقدري كمان تضربيه بايديكي بالمضرب اليدوي. المهم ان انا عايزه الخليط ده يتجانس كويس جدا مع بعضه والسكر يدوب. السكر تقدري كمان تستبدليه بالعسل، بس احنا بنقول السكر ان ده اللي بيبقى موجود في كل البيوت، فما توقفيش نفسك على حاجه. بعد كده هنبتدي بقى نصب الخليط بتاعنا ده على السلطه بتاعتنا الرهيبه ديت. اهم حاجه بقى ان انتي تقلبي تقليب كويس جدا. بصوا يا جماعة، عشان نكون متفقين ان الوصفة الاصلانية بيبقى فيها بصل صغير، يعني بصلاية كده صغيرة او حتة بصلاية صغيرة تتفرم ناعم جدا وتخش في قلب السلطة. بس بصراحة انا ما بحبش ان انا اضيفها، لكن للامانة حبيت اقول لكم ان الوصفة الاصلية بيتحط فيها بصلاية مبشورة صغيرة جدا. بس انا بحس ان هي بتبقى احلى كتير من غير البصل. جربوها بالطريقة دي هتعجبكم جدا. بعد ما قلبت بقى الخليط بتاعي كويس جدا مع السلطة، هغطيها وهشيلها في التلاجة. اهم حاجة ان هي تقعد في التلاجة يعني على الاقل مثلا 4 ساعات. لو قدرتي تعمليها من بالليل لتاني يوم هتاخدي افضل نتيجة. بصوا انا عملتها بالليل وده كان النتيجة تاني يوم. بصوا شايفين القوام اختلف جدا، بتبتدي تتقل كده، والخضار يبتدي يتطعم ويمتزج مع الخليط اللي احنا حطيناه، وتاخدي احلى نتيجة. والطعم كمان بيبقى الجرشة بتاعت الخضار بتبقى حلوة قوي. لكن لو عملتيها وكلتيها في نفس الوقت مش هتديكي افضل نتيجة خالص، يعني او هتحسي ان هي لا مش ظابطة معاكي. فاحسن حاجة انك تعمليها وتبيتيها لتاني يوم. ان شاء الله يا رب تكون الوصفة عجبتكم، ويا ريت لو عجبتكم ما تنسوش لايك وشير للفيديو، واقول لكم اشوفكم في فيديو جديد. مع الف سلامة.